عزيزي المشاهد، عديت قبل كده بجدار قديم مليان رموز وكنت مندهش وبتسأل النقوش دي بتتكلم عن ايه؟ مين كتبها وكانت موجهة لمين؟ في أعماق معبد الكرنك والأقصر وأبيدوس وعلى جدران امتدت آلاف السنين خلد المصري القديم أسراره وطقوسه وانتصاراته وحتى لحظاته المقدسة. هناك مفيش صوت بيعلى فوق صوت الحجارة، ومع الفن اتكلمت الجدران. في الحلقة دي نفتح مع بعض كتاب من الصخر ونقرأ اللي حفروا الكهنة والفنانين على جدران المعابد، من مشاهد القرابين لطقوس تتويج الملك لمعارك دامية وصور آلهة بتحمي مصر من الفوضى. في العصر البطلمي كان المصري القديم واعي بأهمية الحفاظ على هوية، خصوصا في وجه التأثيرات الإغريقية اللي بدأت تنتشر وقتها، وده يفسر ليه المعابد اللي في صعيد مصر زي معابد أبيدوس والكرنك والأقصر ورمسيوم ومدينة حابو لسه جدرانها بتتنافس بالحكايات والمعتقدات المصرية الأصيلة، في حين معابد الوجه البحري اختفت وتأكلت. لكن الحقيقة إن ده ما كانش صدفة، شافوا نفسهم في مهمة وطنية وهي حماية التراث الديني للمصريين القدماء ونقله للأجيال اللي بعدهم. علشان كده لقينا النقوش بتتكتب بإسهاب وبتفصيل دقيق، كأنهم بيصنعوا نسخة حجرية لا تزول عن معتقداتهم. والمدهش ان النقوش دي ما كانتش ارتجال، دي كانت مأخوذة من برديات محفوظة في بيوت الحياة، الأماكن اللي كان فيها العلماء المصريين بيحفظوا أسرار الديانة والعقائد والأساطير، وبيحولوا الكلام المقدس لنقش أبدي على جدران المعابد. صحيح إن كتير من البرديات اللي كانت في بيوت الحياة فقدت مع مرور الزمن، لكن لحسن الحظ فضل جزء من تراثنا حي في صورة أناشيد وطقوس منقوشة على جدران المعابد. ومدينة حابو تحديدا بتقدم لينا كنز نادر. هناك أعيد تصوير جانب كبير من اللوحات اللي بتحمل النصوص الدينية، وكأنها محاولة من الزمن نفسه إنه يحافظ على ما حاول البعض طمسه. التمسك ده من الفنانين والكهنة مش بس كان نابع من ولاء ديني، ولكن كمان كان شكل من أشكال المقاومة، مقاومة صامتة لكنها قوية ضد الوجود الأجنبي. ومع محاولاته لطمس الهوية المصرية كان كل نقش، كل رمز بمثابة صرخة بتقول احنا هنا وهي دي حضارتنا. المصري القديم بروحه الفنية الفريدة كان بيرتب النقوش على هيئة لوحات مترصة مليانة ألوان كأنها صفحات من كتاب مفتوح على جدران المعبد، كتاب بيحكي للمرة أسرار العقيدة، طقوس التقديس، قرابين العابدين ورموز الآلهة وقواربهم المقدسة اللي كانت بتنقل عبر نهر الحياة والروح. ومن خلال النقوشات المبهرة دي قدرنا نكتشف جوانب مذهلة عن المعتقدات الدينية في مصر القديمة. تخيل معايا نقدر من خلالها نتعرف على أشكال وهيئات المعبودات، من طيورها وحيواناتها ورموزها المقدسة اللي أدق التفاصيل أزيائها والتيجان اللي بتزين رؤوسها والحلي اللي بتلمع على أجسادها، بل وحتى قوارب المقدسة اللي كانت بتنقل تماثيلها في مواكب طقسية. أما النصوص المصاحبة للمناظر فهي كنز في حد ذاتها، بتكشف لنا عن أدوار الآلهة في العقيدة وحكاياتهم في عالم الأساطير،
وبتحدد أماكن عبادتهم المنتشرة في أقصى الجنوب حتى الدلتا، في معابد زي دندرة وإسنا وكوم إمبو وفيلا. هنلاقي تقاويم دينية كاملة منقوشة بتسجيل نصوص الأناشيد اللي كانت بتتقال لتمجيد المعبودات بعبارات تفيض بالعظمة والإجلال. خليني أعرفك ببعض هذه الآلهة العظام وأماكن عبادتهم. آمون سيد الأرباب والعزة لله وحده، وكان يعبد في طيبة. أوزير إله البعث والحساب في أبيدوس. تحوتي إله الحكمة والكتابة في أشمونيم. حورس الصقر المقدس في أدفو. حتحور سيدة الحب والموسيقى في دندرة والأشمونيم. آتوم خالق الكون والملك لله وحده في أمون وسايس. إيزيس الأم الحنون في جزيرة فيلا. باستيت القطة المقدسة في تل بسطة. ولكن والحقيقة تقال دول مش كل المعبودات، ولا دي كل أماكن العبادة. مصر القديمة كانت مليانة معابد وآلهة، وكل منطقة كان ليها قدسيتها ومعبودها اللي بتحمله في قلبها وتفتخر بيه. ولكن للأسف الشديد رغم كل الجمال ده، المعابد الكبرى اللي كانت مخصصة لعبادة المعبودات الرئيسية في مصر القديمة اختفت، أو ما بقاش منها غير أطلال متفرقة. وده شيء مؤسف، لأن المعابد دي كانت هتكون مصدر غني بالتفاصيل والمعلومات اللي ممكن تكشف لنا أكتر عن طبيعة المعبودات دي، أدوارها، طقوسها، وحتى علاقتها بباقي المعبودات. والسؤال اللي ممكن يخطر في بالك دلوقتي، يا ترى كانت النقوش دي بتوزع على الجدران ازاي؟ الحقيقة ان توزيع النقوش لم يكن عشوائي اطلاقا، كان بيراعي فيه البعد الجغرافي. يعني منطقة كانت بتسلط الضوء على معبود اللي الناس بتعبده هناك، مع ذكر طقوسه وتماثيله وشعائره الخاصة. في معبد دندرة تحديدا في المقصورة الشرقية داخل الحجرة الداخلية بالفناء، بنلاقي نقوش بديعة بتحكي عن أسرار أوزيس، خصوصا في شهر كيهك اللي كان مخصص للاحتفاء بإعادة بعثه. وبتوثق كمان المواد اللي كانت بتستخدم في إعداد تماثيله المحلية والطقوس الدقيقة الخاصة بيه. ومن دندرة نروح إدفو، وهناك هنقابل نقوش تانية بتحكي عن شعائر الميلاد المقدس لحورس الطفل، وهو بيتولد من حتحور في طقس رمزي رائع بيجسد قوة التجدد والبعث. أما الأساطير فبعضها اتسجل على أوراق البردي، لكن نسخ منها اتحفرت على جدران المعابد، زي أسطورة الصراع بين ست وأوزير، والأساطير المتعلقة بالصيد المقدس والمعبودات الحامية اللي كانت بترمز للحماية الإلهية من الشرور. تعالوا بقى نغوص مع بعض في واحدة من أعمق وأقدس النقوش اللي سابها لنا المصري القديم. هنروح سوا لجدران حجرة الدفن داخل هرم الملك أونس، آخر ملوك الأسرة الخمسة. وهناك هنقابل نصوص استثنائية، نصوص مش زي أي نقش، دي اللي العلماء أطلقوا عليها متون الأهرام. متون الأهرام دي مش مجرد كلمات منقوشة، دي تعاويذ مقدسة ونصوص دينية معمولة بعناية، استمرت في الظهور بعد كده في أهرام ملوك الأسرة السادسة كمان. المتون دي بتحكي عن رحلة الملك بعد الموت، صعود روحه للعالم السماوات، وبداية مرحلة جديدة من الوجود.
وسط المعبودات، مش كضيف بل ككائن مقدس بيشاركهم في الخلود. وبتوصف النصوص دي ازاي الملك بيتحول لكائن سماوي، وازاي بيتحد مع الشمس وبيجلس مع أوزير وينتقل بحرية بين السماوات ويمتلك سلطات إلهية تمنحه المجد الأبدي. دي كانت بداية تدوين العقيدة الملكية السماوية. ولما تشوف النقوش دي تحس انك قدام رؤية مقدسة لعالم آخر، عالم كان المصري القديم بيؤمن انه مش نهاية بل بداية لرحلة أعظم. والحقيقة ان متون الأهرام كانت مجرد البداية، لأن المصري القديم ما اكتفاش بنقوش بسيطة عن الرحلة لعالم آخر، بل ساب لينا مكتبة كاملة من النصوص الجنائزية، عددهم 11 كتاب ديني وجنائزي، كل واحد فيهم مليان أسرار عن الحياة بعد الموت، وكلهم كانوا بيتسجلوا وبيتلونوا بدقة مذهلة على الجدران. حجرات الدفن داخل مقابر ملوك الأسرة 18 في البر الغربي من طيبة. ومن بين أبرز النصوص دي كتاب البوابات، منقوش بشكل مبهر على مقبرة الملك رمسيس السادس. كتاب الكهوف، كتاب ما يوجد في العالم السفلي. كتاب النهار والليل، وغيرهم كتير من الكتب اللي بتمثل دليل روحاني للمتوفي في رحلته خلال الظلام نحو النور. ومع مرور الزمن خصوصا في عهد الأسرة 26 بدأنا نشوف تطور في النقش نفسه، بقينا نلاقي النصوص دي منقوشة على التوابيت ضخمة من البازلت والجرانيت زي كتاب البوابات، وكمان ظهر كتاب بقرة السماء على جدران بعض المقابر الملكية في البر الغربي. ومن الحاجات المذهلة إن الملك تحتمس الثالث المعروف بعبقريته العسكرية كان عنده اهتمام ديني خاص، لدرجة إنه نقش 540 اسم معبود ونصف معبود داخل مقبرته. وجاء بعده إخناتون اللي كان له توجه ديني مختلف تماما، ونقش أنشودة آتون الشهيرة اللي كانت مديح روحي لقدرات آتون كمصدر للضوء والحياة. أما الوزير الشهير رخنراع في عهد تحتمس الثالث سجل مناظر مذهلة من نصوص فتح الفم داخل مقبرته في طيبة، عشان يضمن للمتوفي القدرة على الأكل والكلام في العالم الآخر. ونرجع بكم بالزمن شوية لعصر الأسرة الخامسة والسادسة، ونلاقي في مقابرهم بسقارة مناظر فريدة لمواكب الجنازة والتابوت وهو بيحمل في طريقه إلى الأماكن المقدسة. كل تفصيلة كانت محسوبة، كل رمز كان ليه دلالة. خليني أقول لكم إن خيال المصري القديم عن الحياة بعد الموت وصل لأبعاد مذهلة، ما كانش مجرد تصور بسيط عن العالم الآخر، لا ده كان عالم كامل له خرائط وقوانين ومخاطر وأمل كبير في الخلود. وده كله ظهر بوضوح في متون التوابيت، وهي نصوص اللي كانت بتتكتب داخل وخارج التوابيت من كل الجهات، ولقينا منها كتير في مواقع مختلفة زي البرشا ومير والأشمونين وأسيوط وسقارة وجبلين وأسوان. النصوص دي ما كانتش مجرد كلمات، دي كانت تعويذات وصيغ وفصول بيقراها المتوفى أو تقرأ له عشان تحميه وتأمن له رحلته الصعبة وتضمن استمرار تقديم القرابين ليه. والأهم إن هي كانت بتساعده إن أعضاؤه تختلط بجسم المعبود عشان يكتسب مناعة مقدسة ضد الفناء والتحلل.
تصور عميق فعلا. والدليل على كل كلمة إن المصري القديم كان بيكتب العناوين باللون الأحمر والنصوص العادية باللون الأسود، في نوع من التقديس والتنظيم البصري، وكأن التابوت نفسه اتحول لكتاب مقدس بينقذ الروح. ومن النصوص المهمة جدا كمان كتاب السبيلين. الكتاب ده صوره المصري القديم كدليل مصور على جوانب التابوت، يرشد المتوفي في رحلته الطويلة نحو العالم الآخر. الطريق كان مش سهل إطلاقا، كان فيه سبيلين، واحد مائي والتاني بري، وبينهم نار مشتعلة، وده الجزء الأخطر. ولو المتوفي مش حافظ الصيغة أو اتلفت يمين وشمال ممكن يقع في النار. وطول الطريق في مخلوقات مرعبة وحراس بوجوه مخيفة واقفين لكل عابر مستنيين يسمعوا الصيغة السحرية، ولو المتوفي قالها صح بيفتحوا الطريق ويمشي خطوة بخطوة لحد ما يوصل للمكان المنشود، وهي حقول أوزير أو الفردوس الأبدي اللي فيه النعيم والخلود والسكينة. وكل الكلام ده مش مجرد خيال، ده منقوش فعلا على تابوت سيبي من الأسرة ال12، والمعروض حاليا في المتحف المصري، ومصنوع من الخشب الملون بشكل يخطف الأنظار. ولما بنقف قدام جدار من جدران المعابد أو بنتأمل تابوت منقوش من آلاف السنين، احنا مش بس بنشوف رموز أو رسومات، احنا بنقرأ صفحات من كتاب حضارة ما ماتتش، حضارة أمنت بالحياة بعد الموت، وكتبت بالحبر والنور قصة الخلود على الحجر والخشب والبردي. المصري القديم ساب لينا مفاتيح كتير، كل نقش، كل رمز، كل صيغة سحرية كانت محاولة عشان يصون بيها الروح ويكمل بيها الرحلة. ولحد النهاردة احنا بنمشي ورا الأثر ونسمع صوت الحجارة اللي بتحكي وبتقول إن الحكاية لسه ما خلصتش، وتجاوب على سؤال واحد: عرفت؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد من الأسرار وحكايات الحضارة المصرية القديمة. وكمان شارك الحلقة مع اللي بيحبوا التاريخ، يمكن كلمة واحدة تفتح باب لحكاية عمرها آلاف السنين.